السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سمية من قناة أكلة وفكرة مع سمية. النهاردة بقى هنعمل حتة فرخة كده محشية، عاملة نفسها ديك رومي ومستخبية مننا، بتتنكر يعني. يلا بقى نشوف عملناها ازاي بالجمال ده. اللحمة مستوية والرز مستوي وجميلة جدا، ومن غير سلق ومن غير تعب. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدأ الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نبدأ عايزة منكم لايك حلو للفيديو، وترفعوا الفيديو وتشيروه لكل حبايبكم واصحابكم. يلا بقى سيبولي تعليق حلو وتشوفوني من اي بلد. هنجيب حلة كده وهنحط فيها معلقة من السمن البلدي على النار. هنعمل بقى الحشوة بتاعة الفرخة. حطيت معلقة السمن وسخنت وساحت كمان اهي وبقت جميلة. هننزل فيها بمعلقتين كبار من البصل المفروم زي ما انت شايفة كده، وهنشوحه لغاية ما يدبل معانا. هنزل بقطع من القوانص متقطعة زي ما انتوا شايفين، القوانص والقلوب متقطعين، وهشوحهم مع البصلاية بعد ما دبلت. اشوح فيهم كده لغاية ما القوانص تدخل في السوا. ممكن اغطيهم شوية وعلى نار هادية واسيبهم شوية. يا ترى الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم ولا لا يا جماعة؟ قولولي في التعليقات نفسكم اعمل ايه وانا اعمله لكم. هجيب بقى الكبد وهنزل بيها وهقلبها كويس جدا. انا بحط الكبد بعدين لان القوانص بتاخد سوا شويه. هحط بقى الملح والفلفل الاسود وشويه حبهان مطحون اهو، ومعلقه بابريكا. البهارات اللي بتحبيها ضيفيها، شويه بهارات، 7 بهارات او بهارات فراخ اللي تحبيه. وهقلب البهارات كويس بقى كده تطلع ريحتها مع الكبد والقوانص والبصل. هضيف بقى شويه صويا صوص، بتدي طعم الرز حلو جدا ولون حلو كمان. جربيها باذن الله هتعجبك جدا. هقلب بقى التتبيله بتاعتي كلها كده. الصويا صوص بتدي طعم جميل يا جماعه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتبعتوا الفيديو لكل حبايبكم واصحابكم. هجيب رز مصري بتاعنا حلو كده المغسول ومتصفي، وهقلبه الكميه اللي انت عايزاها. انا بزود الكميه شويه، باخد احشي الفرخه وبعدين اسوي الباقي في الحله. هحط ميه يا دوبك بس كده نص سوا، تعمل الرز نص سوا. هسيبه يتشرب وبعدين اهدي عليه النار واقلبه. هو عايزه الرز معايا نص سوا مش سوا كامل. هاخد منه بعد ما يستوي نص سوا، هاخد منه شوية للفرخة وهزود الباقي مية واسويه. عندي بقى هنا بصلاية مبشورة، هتبلها بالملح والفلفل الاسود. وهدعكها كويس بالملح والفلفل الاسود كده. بعد كده عندي الفرخة بتاعتي المتينة، انا غسلاها كويس جدا ونقعها في محلول النقع اللي هو معلقتين سكر ومعلقة ملح وشوية عصير ليمون وقشر الليمون وحتة قرفة خشب وفصين حبهان. بنقعها لمدة ساعة وبعد كده بشطفها واصفيها، وابدأ بقى ادعكها بالبصلة من جوه ومن بين الجلد واللحم كده. دعكيها كده ومن بره كل حتة في الفرخة دعكيها بالبصل اللي احنا متبلينه بالملح والفلفل. بتدي طعم كده، حتى لما تيجي تسلقيها اعمليها بنفس الطريقة دي كده. على ما الرز يتشرب معايا ويبقى ينشف كده من المية بتاعته عشان اجيبه احشي الفرخة. وهسيبها بقى في التتبيلة بتاعت المية البصل والفلفل والملح دي شوية. وهجيب الرز بعد كده ونبدأ نحشيها.
الرز بعد ما اتشرب كده ونشف جبت شويه اهو في الطبق. انا باخد على قد ما بحشي الفرخه، وبزود اللي في الحله ميه واسويه. هجيب بقى كده واملي الفرخه بتاعتي ملوه معتبره كده من جوه ومن بين الجلد واللحم كده، احشيها انفخيها. الفرخه 2 كيلو، خليها تعمل زي الديك الرومي كده 3 4 كيلو كده الصغنن. تتنكر بقى في فطه بلدي في ديك رومي زي ما انت تتخيليها. هحشيها كويس جدا اهو، ومن بين الجلد بقى كده ارفع الجلد بتاعي، انا مسلكاه طبعا وانا بغسل، واحشيها كويس وافرد كده الرز. مفيش اسهل ولا احلى ولا اسرع من كده. افرد الرز كده عشان ما يبقاش مكلكع في حته واحده، وانزل في الرقبه اهو، انزل في جلد الرقبه كده واملاها. هبدأ بقى بعد ما اخلص الحشو بتاعي اكتف الفرخه التكتيفه المعتبره عشان تحرم تعمل كده تاني. هبدأ بقى اكتف الفرخه بتاعتي. ما تكتفتش مش مهم يا جماعه، ما تعذبوهاش. الفراخ البيضه بتبقى رجلها قصيره شويه عن الفراخ البلدي بتتكتف بسرعه. بعد كده هجيب الكيس الحراري بتاعي اللي انا بحب الكيس الحراري جدا، وبحط فيه معلقه دقيق كده وارشها في قلبه. وبعد كده هنزل بالفرخه بتاعتي. انا بحب جدا اعمل الاكل في الكيس الحراري يا جماعه والله. وهقفل بقى الكيس، واللي كان عندي كيس كبير بتاع البط فحطيت فيه الفرخه، فهقفله بالغطا بالرباط بتاعه اهو. وهقص بقى الزياده اللي فوق دي اللي بتبقى طويله لان الكيس ده كبير جدا، وهحطه في صينيه. وابدا اخرم الكيس كام خرم كده علشان ما يفرقعش في الفرن، عشان يخرج بخار الهواء الزياده. وهدخلها الفرن، ممكن احط لها كوبايه ميه في ارضيه الصينيه وادخلها الفرن. بتقعد تقريبا ساعه وبتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ تحفه. اوعي ايدك وانت بتفتحي بتبقى سخنه جدا. شايفين الجمال؟ بجد يا جماعه خطيره جدا ومستويه وطعمها تحفه. مستنيه رايكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير. واللي اول مره يشوف قناتي ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس باللون الرمادي عشان يوصلك كل جديد وحصري من فيديوهاتي ان شاء الله. اسيبكم بقى واروح اكل البطايه الحلوه دي، واستناكم في فيديو جديد باذن الله، واستنوني انتوا كمان في الفيديو جديد. اسيبكم في رعايه الله.